أهلا بيكم في تحليلنا العميق لمصادر النهاردة. معانا كلام مهم قوي عن موضوع ممكن يبان صعب شوية: التسويق الذكي من غير فلوس. المصادر اللي معانا فيها جزء من سلسلة هندسة النجاح الرقمي لعبد الرحمن حسنين، ومعاها خلاصة تانية. أهلا بيكوا وبكل اللي بيسمعونا. والمادة بتبدأ بداية قوية جدا، بتقول: الناس مش هتثق فيك لو ما شافتكش، ومش هتشتري منك لو ما حسيتش إنك تستاهل. بس مين قال إنك لازم تدفع آلاف عشان توصل؟ إيه حكاية البداية دي؟ ليه مهمة قوي يعني؟ بص، هي بتلمس حتة حساسة جدا دلوقتي. بتربط يعني بين إن الناس تشوفك وبين ثقتهم فيك وقرارهم يشتروا منك. دي أساسيات طبعا. أكيد. بس الأهم بقى إنها بتكسر الحاجز النفسي بتاع الفلوس الكتير دي. بتقول إنه الوصول للناس مش لازم يكون مكلف. وده كلام يعني بيفتح الباب لأي حد عنده قيمة يقدمها، فاهم؟ فكرة إن القيمة أهم من الفلوس دي لوحدها نقطة قوية. طيب، المصادر كمان بتفرق بين حاجتين الناس دايما بتتلخبط فيهم: التسويق والإعلان. بتقول الإعلان بيجيبك بسرعة، بس التسويق بيبنيك على المدى الطويل. ممكن توضحي الفرق ده أكتر من وجهة نظرهم؟ بالظبط كده. المصدر هنا واضح جدا. الإعلان ده عامل زي موجة سريعة كده بتلفت النظر لحظة وممكن تروح وسط الزحمة. صح. إنما التسويق لأ، ده بناء. زي ما تكون بتبني بيت طوبة طوبة، بتبني علاقة مع الناس، بتقدم لهم حاجة مفيدة بجد، بترسخ صورة معينة عنك في دماغهم. الموضوع أعمق بكتير. بناء العلاقة ده منطقي ومستدام أكثر، بس أكيد بياخد وقت ومجهود، يعني دي تعتبر تكلفة برضه حتى لو مش فلوس. المصادر بتقول إزاي نعمل ده بقى من غير الميزانية الضخمة دي؟ دي نقطة ممتازة فعلا. التركيز كله حسب المصادر على إنك تقدم قيمة حقيقية ومستمرة، مش بوست النهاردة وعشرة لأ. استمرارية يعني. أيوة، استمرارية وجودة. زي مثلا سلسلة مقالات بتحل مشكلة الناس بتدور على حلها، أو فيديوهات قصيرة بتعلم حاجة بسرعة، أو حتى ترد على أسئلتهم في التعليقات. الفكرة إنك تكون موجود ومفيد قبل ما تطلب منهم أي حاجة. قبل ما تطلب الشراء يعني؟ بالظبط. وفي حتة تانية المصدر بيركز عليها قوي: الصوت المميز بتاعك، الأصالة. يعني تكون أنت مش نسخة من حد تاني. الأصالة دي مهمة، بس ساعات بيبقى الواحد محتار، يعني إزاي أكون على طبيعتي وفي نفس الوقت المحتوى يكون استراتيجي وموجه. المصادر بتقول حاجة عن التوازن ده؟ هي بتلمح للموضوع ده طبعا. الأصالة هنا مش معناها إنك تبقى عشوائي، لأ، معناها الصدق. إنك تشارك حتة من رحلتك، التحديات اللي قابلتك، الحاجات الصغيرة اللي نجحت فيها. الناس بتحب القصص الحقيقية دي. بترتبط بيها أكتر يعني. بالظبط. وده اللي بيخلي المحتوى مش مجرد معلومات جافة، لأ، بيبقى تجربة إنسانية. وده بقى اللي بيبني الثقة اللي بنتكلم عليها. وده ياخدنا لنقطة تانية مهمة قوي في المصادر. اللي هي فكرة أم، إن جودة المتابعين أهم بكتير من عددهم. المصدر بيقول جملة قوية: ابني تواصل مع 10 متابعين حقيقيين أفضل من 10,000 صامتين. فعلا دي جملة تخض، يعني عكس كل اللي بنسمعه عن أهمية الأرقام الكبيرة وكده. تماماً. بتقلب الموازين خالص، بتقولك ركز على الناس اللي فعلاً مهتمة وبتتفاعل معاك، دول اللي هيبنوا معاك الثقة الحقيقية، مش مجرد رقم وخلاص. طب جميل أوي الكلام ده. عشان ننفذه بقى على أرض الواقع، المصادر ذكرت أدوات عملية مجانية ممكن تساعد؟ أكيد. ودي الحتة اللي بتخلي الكلام ده عملي لأي حد عايز يبدأ. ذكروا حاجات زي كانفا عشان التصميمات، أي حد يقدر يعمل شكل حلو لشغله بسهولة. سي جي بي تي، ده بقى مساعدك في الأفكار، في الكتابة، حتى في تنظيم دماغك. نوشن عشان تنظم بقى شغلك وملاحظاتك وتخطط للمحتوى بتاعك. وكمان أشاروا المنصات زي لينكد إن وتيك توك ويوتيوب شورتس، بيقولوا إنها قوية جدا دلوقتي في الوصول للناس بشكل طبيعي، اللي هو الأورجانيك من غير إعلانات. فهمتك. والأدوات دي بتخدم المبادئ الأساسية اللي المصادر بتقول إنها أساس التسويق الناجح من غير ميزانية، صح؟ بالظبط. هم لخصوها في 3 حاجات أساسية. 1، الوضوح. لازم اللي يشوفك يفهم فورا انت مين وبتقدم ايه بالظبط بسرعة. 2، الاستمرارية. زي ما قلنا، لازم تكون موجود بشكل منتظم، ده بيبني ثقة. 3، الاختلاف. لازم يكون لك طعم مختلف، حاجة تميزك عن غيرك. الأصالة اللي اتكلمنا فيها دي جزء كبير من هنا. مم. يبقى كده
يعني الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها إن النجاح في التسويق ده مش قصة فلوس قد ما هو قصة فكرة واضحة وخطة قوية. زي ما المصدر قال، التسويق الذكي مش محتاج ميزانية، محتاج استراتيجية. مظبوط جدا. ولما الواحد يبني الحضور القوي ده، الآية بتتقلب والناس هي اللي بتبدأ تدور عليه بدل ما هو يدفع عشان يشوفوه. تماما. عشان كده النقطة الأخيرة اللي المصدر بيختم بيها دي بتخلي الواحد يفكر لقدام. بيسأل سؤال مفتوح كده: إيه المجالات الرقمية اللي لسه هتنفجر في 2025؟ وإزاي تركب الموجة دي من دلوقتي؟ سؤال مهم فعلا. السؤال ده مش مجرد فضول، ده دعوة إن الواحد يطبق المبادئ دي كلها: الوضوح، القيمة، الاستمرارية، الأصالة، عشان يكون جاهز بجد لأي فرصة جاية. الفرص مش بتستنى حد. نقطة تخلي الواحد يسأل نفسه: يا ترى أنا جاهز للموجة الجاية دي بإيه؟